الاهلي يفوز على وادي دجله 3-1 في الدوري الممتاز في مباراه رائعه جدا، احلى مباراه من وجهه نظر اليستروب ادارها فنيا وتكتيكيا من ساعه ما جه، بعيدا عن الهدف اللي جه في الدقيقه 92 لزياد اسامه، هدف عالمي فريز تايم زي الكتاب ما بيقول، ولكن هي كانت غلطه محمد هاني، لان محمد هاني كان معاه من البدايه وسابه، والراجل شاط الكوره بكل ارتياحيه. وياسر ابراهيم ما كانتش مستاهله ان انت تنزل تشيلها براسك، كنت تقدر تشيلها برجليك، كانت هتبعد بعيد عن خط ال 18 وما كانتش هتعمل خطورة. ولكن بعيد عن الهدف ده 90 دقيقة زي الكتاب ما بيقول يستروب عمل كل حاجة. النهارده يستروب لعب بأسهل طريقة ممكنة، ألا وهي اللي هي السهل الممتنع، اللي هي إيه؟ لمسة ولعبة. تسريع الأداء وتسريع الكرة في قلب الملعب هيفرق جدا مع النادي الأهلي، لأن أنت عندك التلاتة اللي قدام بيجيدوا الموضوع دوت، سواء زيزو او تريزيجيه او مروان عثمان، الثلاثه دول يقدروا يعملوا خلخله في المدافعين ويقدروا يضغطوا كتير على المدافعين. لو شفنا الجون الاول هي غلطه واحده بس، ديانج قطع الكره في نص الملعب، تمريره طويله لزيزو، زيزو عرضيه، تريزيجيه جون. الثلاثه اللي قدام هيقدروا يعملوا الكلام دوت. مروان عثمان ما شاء الله عليه، اتوقع ان الراجل ده هيقعد مع الاهلي 10 سنين، مشاكس، لعيب صغير بيجري كتير، حيوي في الملعب، بيخلق فرص، ما شاء الله عليه، ربنا يحميه، واتمنى ان الاهلي يشتريه من سيراميكا كليوباترا. كل اللي نفسي فيه بس ان كان في غلطتين النهارده في الشوط الاول هم تعدلوا بعض الشيء في الشوط الثاني. الاولى امام عاشور ما شاء الله عليه، احسن لعيب في مصر، لعيب عالمي مفيش اختلاف عليه، احسن مهاري في مصر حاليا واحسن لعيب حاليا في مصر امام عاشور. امام عاشور فارق جدا عن كل اللعيبه اللي موجوده حواليه في الملعب، سواء في الاهلي او في اي فريق منافس. اتمنى بس ان امام عاشور يسرع الريتم ويلعب بنفس الطريقه اللي كل بيلعب بيها. رقم اتنين زيزو، ما شاء الله عليك، ربنا يحميك، انت النهارده كنت مان اوف ذا ماتش، النهارده احسن كتير من المباريات اللي فاتت، ولكن النهارده زيزو كان اناني كتير. اتمنى ان زيزو يلعب جماعي اكتر. في الشوط الاول في كرة سهلة جدا كان لو بصاها لمروان عثمان كان هو والشبكة كان هيجيب جون، ولكن هو شاطها وأنن فيها. اتمنى بس ان الحاجتين دول يستروب يقرب من اللعيبة ويتكلم فيها. عموما ان شاء الله لو يستروب استمر على الطريقه ديت، اتوقع من وجهه نظري ان احنا هنكسب اي حد، وهيبقى فريق تاني مختلف، وهيبقى فريق جماعي اكتر. اتمنى بقى من الاداره ان هي تجيب للراجل ده اللي هو عايزه، لان يستروب مدير فني كبير وبيعرف يقرا المباريات، وهيغير طريقه لعبه النادي الاهلي. عموما نقفل بقى صفحه الدوري ونركز في افريقيا. عندنا ماتش يوم السبت صعب جدا مع يانجا افريكانزا في تنزانيا، ان شاء الله لو قدرنا نكسب هنصعد، ويا رب يا رب اقل ما فيها ما نخسرش، يعني لو خرجنا تعادل مش هيبقى وحش. اهلاوي انا والفخر ليا.